المرور زهري سريع لاعب زهري كيمرر عند العماري كتمر الفرصه تسلل يشير الحكم المساعد الاول. غادي نشوفوا الاعاده. العمليه كان فيها هدف مرفوض دايل تم التسلل الزهري بطريقه كيصعب. نشوفوا العمليه هنا اللحظه ديال خروج كره سمير تناقش كذلك في الكره الاخيره. اذا والتماس هنا كنشوفوا الاعاده لحظه خروج الكره. لاحظوا نعم الامر واضح في اللقطه الاخيره غياب التسلل حسب الصوره. والحسن ينتقل الدقه 91. هل هناك تسلل في الهدف الثاني لفريق الوداد الرياضي البيضاوي؟ تفضل سي حسن. من خلال الحالات كيبان لي ان كاين نوعا ما اللاعب ديال الوداد البيضاوي سابق شويه اللاعب المدافع الثاني ديال حسن اكادير، واللي كيأكد بان حتى اللاعب كان سابق حتى الكره. يعني هنا غنشوفوا نخليو الكره تمشي، اللاعب كوني رجع باش ياخذ كره. هادشي كيأكد بانه هو كان سابق حتى الكره. اذا كتقول كاين هناك تسلل. الهدف الثاني فريق الوداد. 20 ركله جزاء لفائده فريق الوداد الرياضي والشرعيه. ركله الجزاء التي اثارت حفيظه اكيد مكونات ولاعبي فريق المغرب الفاسي. واش بالفعل كان هناك ركله جزاء ولا ما كايناش؟ كنتابعوا عمليه احتجاج وغيتفضل السي مصطفى للدر يعطينا التوضيح بخصوص هذه الحاله. من خلال الصوره بطبيعه الحال لا وجود للمس للاعب الكره باليد، باش ما نقولش لمسه يد، واللاعب لعب الكره بالراس ديالو. هذه اللي كنقولوا لها ركله جزاء خياليه. سي مصطفى غير كنقولوا لا وجود للخطا. بالفعل موجودش الخطا، غير هو شنو كان في الذهن ولا شنو شاف بوليفا؟ واش العمليه ديال اليد اللي كانت ديال لاعب فريق المغرب الفاسي هي اللي خلاته انه يظن بانه كان هناك لمسه يد؟ اكيد ما كايناش هناك لمسه يد، لكن لا وجود للمسه. كنظن انا كنعتقد على ان الفتح ديال اليدين ديال المدافعين هو اعتقد او يعني الشوفه اللي يمكن شاف ان اللاعب جاب الكره بيده، ولكن كان شي شويه ديال لان اللاعب لعب الكره للور ما يمكنش تلعبها. هو قريب للعمليه وكان قريب. لا شتي عاودتي الصوره كان قريب. الى عاودنا الصوره نواصلوا الى امكن ننتقلوا للدقيقه 69. هدف مرفوض لفريق المغرب الفاسي. واش بالفعل كان هناك هدف سليم ولا ما كاينش؟ كنتابعوا الهدف وغنخوضوا التوضيح من السي مصطفى اللي يدير عضو مديريه التحكيم الوطني بخصوص هذا الهدف المرفوض لفريق المغرب الفاسي. اذا غير نخرجوا الى امكان بخلاصه بخصوص هذه الحاله تابعناها يعني بالتدقيق حتى نوضحوا المشاهد الكريم، وهذا هو الدور ديالنا. السي مصطفى اللي دار اعطينا رايك بخصوص هذه الحاله. بالنسبه لي دابا الان باقي ما سمع والو بوليفا. شوف ولكن نشوفوا حركه ديال اليد، نشوفوا الحركه ديال اليد الى امكان ديال سي بوليفا. كاين عمليه كيقول اللاعب انه يلعب الكره ربما في الطريق حتى اصطدمت بالرجل ديال احد المدافعين. وهدف اذا الحكم يقول تسلل ربما كان شويه فريق الوداد نشاهدوا من خلال الاعاده. الحكم المساعد فهو صعد جرى واحد ل5 ديال الامتار، ولكن وقف عند الصافرات ديال الحكم السيد زوراق. ونشاهدوا مره اخرى ليطمئن قلب كل مشاهد يتابع معنا هذه المقابله. هل كان هناك ما يجعل التسلل؟ ما كاينش، ولكن كان شي حاجه اخرى الله اعلم اللي شافها زوراق. نعم، اذا نشاهدوا مره اخرى الهدف الذي سجله فريق اولمبيك اسفي. هل كان هناك خطا؟ ربما خطا الامر. اذا